مرحب بكم في أسرار عالم الرخام والجرانيت. هنعمل تجربة دلوقتي على الكوارتز اللي احنا بنشتغل منه، اللي هو الأسباني مصنع في الصين. والتجربة دي مش أنا اللي بعملها، اللي بيعملها العميل والمدام بتاعته، بيجوا يعملوها في المصنع على الخامة اللي هقطع لهم منها، وبقطع وهم موجودين. يلا نشوف التجربة مع بعض. لا اوعى تصورنا احنا. لا صوت بس، انتوا تتكلموا بقى تقولوا احنا رايحين نجرب الكوارتز عند مملكة شيحة. حضرتك بقول انا بتكسف. تتكسف ايه؟ ما انتوا بتتكلموا اهو. لا باشمهندس يقول لا هم كده ماشي، هم كده بيجربوا عشان هنعمل لهم مطبخ ودرج سلم. ده كاتشب، ده كاتشب اهو. المدام جايبه معاها ايديه قهوه. ده انت عاملاها بقى قهوه مظبوطه. محوجه كمان. بس يا ده غامق، بن غامق، بن غامق. ايه تاني؟ ده ايه؟ زيت زيتون. زيت زيتون، زيت زيتون. يا مدام انت حد مسلطك عليا ولا ايه؟ جايبه ايه تاني؟ جايبين سكينه. سكينه. حفر؟ ما حفرش، عمل ايه؟ خالص لا. لا علي صوتك وقولي عمل ايه؟ لا اعمل زي ما اكون شخبطه بقلم رصاص. تمام، هنمسحها اهو. بص بقى، بص انا امسحها لك في ثانيه. لا استني، انا صباعنا قوي شويه. مفيش خربشه. لا مفيش لا، خربشه. مفيش. علي صوتك يا باشمهندس. لا مفيش خربشه. مفيش خربشه من لا السكينه. لا ما علمتش، ده ما علمتش، بس ده قشره بس. زي القلم بتتمسح. بالصوت. بتتمسح. لا الله ينور يا شيخ. لا الله ينور. ايه تاني غير الزيت والقهوه والكاتشب بس دي والسكينه؟ اصعب حاجات ممكن تبقى لا في في المطبخ. اصعب، الكركم. ولا انت ما بتجيبيش كركم؟ لا ما انا بتستخدميش؟ ما بستخدموش عموما بقى. عوانك انا قلت لك هاتي كركم. دلوقتي انا هجيب لك ميه نار. وادي التنر ده تنر، هنحط شويه برضو هنا. طبعا احنا حطينا وهنحط تاني. ده تنر. احنا جربنا قبل كده الليمون والخل. لو كان التنر ما بيعملش حاجه يبقى الليمون مش هيعمل حاجه برضو. هنجيب ميه النار. دي ميه النار. طب عايزين نثبت ان هي ميه نار، بنجيب قطعه رخام طبيعي، ده قراره تركي. هنحط ميه النار كده هنا اهي، بتتفاعل مع الرخام القراره التركي. هنشوف دلوقتي ازاي حفرته. هنحطها بقى هنا على الكوارتز اهي، نفس ميه النار هنحطها هنا وهنا. هي كده بتتفاعل مع القراره. نشيل القراره ما نلاقيش تفاعل هنا، مفيش تفاعل. التفاعل ده بتاع الخامه الطبيعيه القراره اهي، هي اللي بتتفاعل، لكن الكوارتز نفسه مش بيتفاعل. احنا هنسيب الحاجات دي ساعه، ساعه ونص، ساعتين، لحد ما نروح نشتري الطاولات ونرجع نغسل. ورجعنا لكم تاني بعد ما عملنا التجربة دي بأسبوع تقريبا أو 8 أيام. احنا نسينا القطعة دي، يعني تاني يوم عملنا تجربة تاني على الطاولة سليمة. يعني هم كانوا مختارين اللون ده، وبعدين غيروا واختاروا لون تاني، فسيبنا اللون ده خالص ونسيناه، وعملنا تجربة على اللون التاني الجديد، وبرضه صورناها ان شاء الله هنبقى نعرضها بعد كده. طبعا ده تراب، هي لمة تراب لما حطينا عليها مية النار والتنر والقهوة والحاجات دي. طب انا هعرض لكم التجربة اللي عملناها على الطاولة سليمة في فيديو صغير على شمال الشاشة. ده كده ايه اللي حطيناه الوقت؟ ليمونه. كاتشب. تمام. ليمون. حط الليمون. حط يا باشمهندس ليمون عشان اصور. دي ايه بقى؟ دي قهوه. قهوة. ده قهوة تقيلة قوي. دوسي عليها، دوسي عليها. ده الليمون، خش بالليمون. لا يبقى قهوة بالليمون؟ يعني انتوا لازم تشربوا قهوة بالليمون. لو حد بطنه وجعاه ولا حاجه. عندك انسان. خد على ليمون. باشمهندس قول لي شايف ايه كده من الحاجات اللي كانت في صفار هنا، ده مكان ايه انا مش عارف. ده تقريبا ده كان كركم. هنجيب له، مش فاكر انا برضه، ده كان ايه من 10 ايام. هو عامل علامه. عامل علامه. طب نجربها بالصباع.
لو ما طلعتش نجربها بالثمر. ايه رأيك؟ شايفها موجودة؟ لا يعتبر راحت على فكره خلاص. راحت ولا موجودة؟ لا خلاص راحت اهو. راحت خالص. راحت خالص. اديها غسله بس. اديها غسله بالميه. اديها غسله بالميه وهتشوف احسن. أفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.